حنا شنو وقع للجزائر مثلا؟ كراش قراءه ديال العقل من عند بدو الزكي، منتخب اللي يلاه دا كاس افريقيا جوج البطولات هذه باش دازت، خرج من الدور الاول بديك الطريقه. اش واقع ما كتدبرش الامور تعقل بالشكل اللي كيخصو يكون. المنتخب الجزائري رغم عنده امكانيات بشريه في المستوى او لا باس بها، يمكن التركيز تاعهم كان على مسائل خارجيه كيشوفوها غير هما. ملي كتقولي لا شنو كتقصد به؟ انا ما يمكنليش ندخل لك في ديتاي بحكم انا ماشي من النوع اللي غادي يمكن لي نرمي على الجار بداك الشكل، ماشي هو هذاك، ماشي من الاخلاق تاعي. وكذلك بحكم الوقت اللي دوزته في واحد السنه دوزتها في الجزائر ما شفت الا الخير والحب من دوك الناس، لان ما يمكنليش ننزل لواحد المستوى ديال بعض الفئه اللي بالتصريحات تاعها كضر راسها وكتعطي واحد ليماج مشوه المواطن الجزائري اللي هو الحر اللي هو بعيد على هاد الصوره هذه. لهذا وهما براسهم اللي يدخلوا المنتخب ديالهم والناخب تاعهم في هاد الامور اللي هي بعيده. لا انتم ما كتشوفوا هاد الشيء. شنو هو المنتخب دخل عاد بقى ساكته، مصر والسنغال وكوت ديفوار ونيجيريا يربعوا ايديهم وغادي يشوفوا هاد كما كنقولوا هاد المنكر اللي كدوي عليه كاين. اسمح لي، المباراه ديال موريتانيا لعبناها حنا ولا لعبوها اللاعبين ديال الجزائريين؟ لعبوها لعب الجزائريين المفروض وخسروها. دونك فين الكواليس ولا فين هي هاد الامور هاد الشكل بحال هكا، ولا بعض الحوايج اللي الانسان يحشم يقولها حتى يعاودها واخا ماشي على اللسان ديالنا حنا، هما اللي كيقولوها. لهذا ما يمكنليش. ولكن ضروا منتخبهم كيبان، ضروا بيديهم، ضروا منتخبهم وضروا السمعه ديال كره القدم الوطنيه ديالهم. كيخصهم يجلسوا شويه على الارض بواحد الحكمه وواحد العقلانيه يرتبوا البيت تاعهم، لان الا كان شي حد ضرهم راهم اللي ضروا